لو انت مهندس اي تي وعندك خبرة في المجال ده وعاوز تشتغل في المانيا، يبقى الفيديو ده علشانك. في احد المتابعين كتب لي وقال لي انا سني 29 سنة وعندي مهندس اي تي وعندي خبرة في المجال 5 سنين، عاوز اعرف اذا كان ينفع اعمل اوس بيلدونج ولا لا. الاجابة طبعا من حيث المبدأ اكيد تقدر تعمل اوس بيلدونج، مش هي دي المشكلة. بس اسمع انا هقول لك ايه. لان انت درست واوريدي عندك خبره في مجال الاي تي، وده والتخصص ده موجود في المانيا، ويمكن عليه طلب كتير وليه مسار خاص مختلف عن وظائف وتخصصات تانية كتير يعني. فبالنسبه للناس اللي عندهم تقريبا سنتين خبره في مجال الاي تي في اخر 5 سنين حتى الان، ممكن يعني يبقى عندهم مسار كويس انهم يقدروا يلاقوا شغل في المانيا مباشره. الفكرة كلها لو معاك مؤهل جامعي، ممكن يبقى في فرصة انك تشوف معادلة للمؤهل الجامعي ده، يبقى في فرصة ان احنا نشتغل في الماركت الالماني بشكل اسرع. موضوع الاوس بيلدونج هياخد منك 3 سنين، وطبعا هو يعني هيبقى في مقابل مادي، ولكن مش بالشكل اللي ممكن تكون متخيله او اللي ممكن يكون اي حد يصبر عليه لمدة 3 سنين. لكن طالما في مؤهل جامعي، يبقى في الحالة دي في شهادة ممكن يتم الاعتراف بيها جوه ألمانيا، ويبقى ده أسهل طريق من الأوس بيلدون كمان. فأنا وجهة نظري إنك تشوف طريق من الاتنين. في حاجة اسمها تشانسن كارتا، دي تقريبا بتبقى فيزا بحث عن العمل مباشرة، وبتسمح لك إنك تيجي ألمانيا تقريبا لمدة سنة كاملة تبحث فيها عن عمل في المجال أو التخصص بتاعك. في الحالة دي طبعا يعني زي ما بقول دايما في كل الفيديوهات، قبل أي حاجة وقبل التفكير في أي فيزا أو أي دخول للأراضي الألمانية، يبقى لازم تكون متعلم اللغة. اللغة اللي هتسهل عليك كل حاجة كل حاجة، سواء في التخصص بتاعك أو حتى في أي تخصص تاني، حتى في المعيشة. فأنصحك بإنك تكون دارس حتى بي 2 اللي هو بي 2، يكون معاك شهادة يعني من معهد جوتا أو تلك اللي موجودين في مصر وموثقين من السفارة الألمانية. وفي نفس الوقت الطريق التاني إن إحنا نشوف المؤهل الجامعي، وإذا كان ممكن يتعمل له معادلة هنا جوه ألمانيا، ومن خلاله تقدر تشوف شغل في الماركت الألماني بشكل مباشر يعني. اللي مهتم بالموضوع ده وعاوزني ابعت له اللينك، ممكن يكتب في التعليق مهتم، وانا هبعت لك على الخاص اللينك الخاص بموضوع المؤهل الدراسي، وازاي انك تعمل له معادلة جوه المانيا. وفي نفس الوقت برضو اللينك الخاص بموضوع التشانسن كارتا، اللي هو الفيزا الألمانية، وايه الشروط اللي ممكن تكون انت لازم تاخد بالك منها قبل ما تقدم على الفيزا دي.